السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. من بعد غيبه طويله قلت علاش لا انني نرجع بشي حاجه اللي هي زوينه. غادي ندير انا وياكم بسطيله بالدجاج وباللوز. هاد البسطيله هذه ديناها معنا لعند واحد الناس، وقلت علاش لا بانني نصورها ونرجع رجعه جديده للقناه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد البسطيله هي كما شفتوا البسطيله كبيره. عندي جوج ديال الدجاجات اللي هما الحجم ديالهم كبير، مغسولين مزيان، محيده ليهم الجلده، رقدتهم مزيان شويه ديال الملحه والحامض وغسلتهم مزيان. وعندي 2 كيلو ديال البصله بيضاء اللي هي مقطعه كيف ما شفتوا طويله. هنايا عندي في واحد السبيره درت معلقه ديال الخرقوم معرق، معلقه ديال سكينجبير ونص معلقه ديال الابزار، وضفت لهم نص كاس ديال الماء. وغادي نبدا انني سميتو نشرمل هاد الدجاج ديالي مزيان، نحاول ان ندخل هاد العطريه كامله في الدجاج هذا. من بعد ما الدجاج ديالي كله خدا العطريه ديالو، غادي نبدا انني نستفها فوق من البصله اللي قلت لكم 2 كيلو ديال البصله مقطعه مشنفه هكايا طويله. بديت كنحط في الصدر ديال الدجاج هو الاولاني، ونحاول ان الجهه اللي فيها اللحم هي اللي تكون جهه البصله، لان الصدر كيف ما كتعرفوا هو اللي كيشد الطياب. ومن بعد الفخيضات. هنايا هاد العطريه هذه اللي بقات عندي في هاد البول هذا، زدت عليها نص كاس الاخر ديال الماء اللي كان بقى، حطيتها فوق من الدجاج ديالي. هنايا عندي نص معلقه ديال السمن الحر، وردوا البال الا عندكم السمن حايل انكم ديروا كميه قليله باش ما يجيش المذاق ديالو كتير. عندي واحد الربيطه ديال المعدنوس، وواحد نص كاس ديال زيت المائده اللي ضفته من الفوق. هنايا الطنجره ديالي فوق من العافيه، ضفت عليها نص معلقه ديال القرفه. هنايا كان خصني ندير العويدات ديال القرفه شي 3 أو 4، لكن للاسف ما كانش متوفر عندي القرفه عواد في هذا الوقت هذا، فخدمت باللي هو موجود عندي القرفه مطحونه. ولكن احسن حاجه بطبيعه الحال هي القرفه عواد، من بعد كتحيدوها هي وهذيك الربيطه ديال المعدنوس. هنايا عندي واحد شويه ديال الزعفران، حطيته فوق من الغطاء ديال الطنجره ديالي باش شويه يسخن ويجيني سهل انني نديرو فوق من الدجاج. هنايا من بعد ما سخن هاد الزعفران ديالي كامل، غادي نحيدو من هنايا ونحيد الغطاء ونحك هاد الزعفران مزيان غير بين يديا باش يعطي الريحه ديالو، انه ما يبقاش هكايا طويل ويتفرتت، يجي الطريفات ديالو صغارين بحال هكايا. وغادي نديرو من الفوق ديال الدجاج. نحاول ندير في الدجاج كله، وغادي نسد الغطاء ديال الطنجره، وغادي نخلي الدجاج ديالي يطيب على خاطرو على عافيه اللي تكون مهيله. ومره بطبيعه الحال انني نحل عليه نشوف واش الدجاج طاب، نحركو لا يلصق ليا من التحت ولا شي حاجه. هنايا من بعد ما الدجاج ديالي طاب، غادي نحيد اول حاجه هو هاد الربيطه ديال المعدنوس. وبطبيعه الحال الا كنتو دايرين العويدات ديال القرفه حتى همايا حيدوهم. وغادي نبدا انني نحيد في هذوك الطريفات ديال الدجاج ديالي. غنجيب شي صفايه بحال هذه ونبدا نحيد الدجاج. نحاول ما نهزش البصله، نهز غير الدجاج. انا كنطيب البصله مع الدجاج لانها اختصار للوقت، وكتساعدني بان سميتو الدجاج كيطلق ديك النكهه ديالو مع البصله من الاول. ما نحتاج ان نحيد الدجاج وعاد نضيف البصله، فكنختصر شويه الوقت. هنا الدجاج ديالي من بعد ما حيدته غادي نخليه حتى يبرد. وعندي هنايا هذيك البصله غادي نخلي العافيه تكون مهيله، وغادي نبقى مره انني كنحرك فيها حتى ما يبقاش نهائيا حس الماء وتغمر ليا ديك البصله ديالي مزيان. عاد ديك الساعه نحيدها من فوق من البوطه. هنا الدجاج ديالي درتو في واحد الطبسيل وخليته حتى برد مزيان باش نقدر انني نفرتو ما يحرقنيش في يديا. وبديت كنحيد ليه العظم ديالو كامل، نحاول انني ما نخلي حتى شي عظمه. وهذه هي البصله ديالي من بعد ما تشحرات مزيان ودغمرات فهي كتجي على هذا الشكل هذا، فكنضيفها كامله فوق الكميه ديال الدجاج ديالي كلها. وغادي نبدا انني نخلطها مزيان، خلطوها حتى الدجاج والدغميره ينسجموا مزيان مع بعضياتهم ويجي المذاقات مقادين. وكذلك الدجاج ما يبقاش ناشف، هذيك الدغميره كتخلي ليه ديك الطراوه ديالو اللي كتجينا في البسطيله. هنا عندي اللوز، عندي كيلو الا ربع ديال اللوز اللي فسختو وحمرته في الزيت. ممكن انكم تدخلوه للفران فكيبقى اختياري. هنا غادي نطحنوا الطحنه الاولانيه
سميتو بوحدو. والطحنه الثانيه غادي نضيف معاه السكر بطبيعه الحال على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الحاجه تكون حلوه بزاف وكاين اللي كيبغي السكر يكون معقول. كنعتذر ان هاد المرحله هذه ما كانش مصوره عندي فكنعتذر. ضفت معاه القرفه والروح ديال الزهره. دوك الساشيات هما اللي درت، ما درتش ما زهر، وكيبقى الاختيار لكم كيف ما بغيتوا. من بعد ما درتو عندي هنايا اللوز، الدجاج ديالي، عندي هنايا الزبده. انا خديت واحد ربعه ديال الزبده، شعلت عليها على عافيه تكون مهيله وخليتها كتذوب مزيان حتى ولات عندي نوازات كيف ما كتشوفوا. ما بقاش فيها نهائيا حتى شويه ديال هذاك الحليب اللي كيكون فيها باش ما تخسرش ليا الورقه ديال البسطيله. وعندي البيض ديال البيض اللي غادي نشمع به في الاخر البسطيله ديالي. هنايا جبت المقله اللي غادي تدخل الفران كيف ما كتشوفوا، دهنتها بالزبده وبديت كنسرح الورقه ديالي. غادي ندير 4 ديال الورقات، وحده على وحده على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. والوجه ديال الورقه هو اللي غادي يكون من التحت، والجهه اللي هي حرشه هي اللي غادي تكون من الفوق. كما قلت لكم غندير 4 ديال الورقات، غادي نديرهم على بعضياتهم باش هما اللي غادي يكونوا ليا لتحت ديال البسطيله. من بعد غادي ندهنهم بالزبده، هذيك الزبده اللي هي ذوبتها كما كتشوفوا اللون ديالها فما فيهاش الحليب، وهي اللي كتخلي ديك الورقه مقرمشه ملي كطيب. هنايا درت ورقه واحده في الوسط ديال الطاوه ديالي. عاد غادي نبدا نستف في الدجاج هو الاولاني. بالنسبه للدجاج فانا كنحاول اني نستفو بالتساوي باش ما تجينيش بلاصه اللي هي فيها الدجاج بزاف وبلاصه فيها اللوز بزاف، وانما يجي قياس واحد. نستفهم هكا بطبيعه الحال عيني ميزاني وانا تنقاد من الجنيبات باش يجيو جنيبات كاملين عامرين بالدجاج، يجي كذلك الوسط وانايا تنقاد. هنايا من بعد ما قديتهم حاولت بيدي هكا بحال كنبرك شويه على الدجاج باش يتقاد، حتى الا جاتني شي بلاصه اللي هي شويه طالعه نحاول انني انقادها. من بعد ما قديت الدجاج هو الاولاني، دابا غادي نضيف اللوز. كما شفتوا راه ما درتش البيض، بصراحه ما كيعجبنيش البيض في البسطيله ديال الدجاج، ما كيجيش زوين شخصيا ما كيعجبنيش. عاوتاني اللي كيبغي البيض يقدر انه يدير البيض. هنايا من بعد ما درت اللوز دائما بيدينا ندوزو هكايا الجناب والوسط، ما نخليوش بلاصه فيها اللوز بزاف وبلاصه ما فيهاش. وإلا لقينا ان بلاصه فيها بزاف بلاصه ما فيها بيدينا راه حنايا نقادوها. من بعد ما قديت سميتو البسطيله ديالي غادي نبدا انني كنسد فيها بالوريقات كيف ما انني درتهم في الاول. وانا كندهن ضروري بالزبده باش الورقه كما قلت لكم انها تجي مقرمشه ما تجيش عجينه. من بعد ما غادي نجمع الورقه ديال البسطيله ديالي كامله، غادي ندير ورقه الاولانيه وندهنها بالزبده ونحاول انني نلمط البسطيله ديالي مزيان باش ما يجيوش عندي هذوك القنيتات اللي كيكونوا، والبسطيله ديالي تجي دايره نيشان. من بعد ما غادي سديت هادو غادي نجيب وريقات اخرين كذلك 4 ديال الوريقات، حتى هما غادي نبدا انني نحطهم من الفوق كيف ما كتشوفوا. لكن دابا غادي ندير الوجه ديال الورقه هو اللي الفوق، اللي حرشه هي اللي غادي تكون من الداخل. وبطبيعه الحال طيله الوقت اللي حنا خدامين وحنا كندهنوا بالزبده مزيان. من بعد ما غادي ندير هذوك 4 ديال الوريقات غنجيب سميتو البيض ديال البيض وغادي ندهن الوجه ديال البسطيله. كنعتذر حتى هاد الفيديو هذا ما كاينش فكنعتذر منكم. وغادي ندهن مزيان بالبيض ديال البيض، وعاد غادي ندير الورقه الاخرى من الفوق اللي غادي نجمع بها واللي غتجيني هي الوجه ديال البسطيله. من بعد غادي نجيب واحد الكيردون وغادي نبدا ندير سقيبات اللي هما صغارين في الوجه ديال البسطيله ديالنا باش البخار يخرج وما يطلعوش عندي هذوك الوريقات ويتفرقوا على الحشو اللي حنا درناه. من بعد راه جبت وريقات اللي قطعتهم وحاولت انني نديرهم دي بلي هكايا، وكذلك كندهن بالبيض وكنجمعهم في الجناب باش يجي الديكور كيف ما كتشوفوا. البسطيله ديالي راه دخلات
طابت وتحمرت، جا الشكل ديالها محمر كيف ما كتشوفوا. هنا التزيين كيبقى اختياري، بطبيعه الحال غنوريكم التزيين اللي درت، وكل واحد والذوق ديالو وباش بغى يزين البسطيله ديالو. عندي هنايا شويه ديال العسل. هنا راه البسطيله مازال سخونه باش العسل سميتو يجي يدوب فوق منها، ما يبقاش هكا كاين مكتل. غادي نبدا ندهنها كامله الجناب وكل شيء باش يجي ملي غادي نجي نزينها يجي التزيين ديالها مقاد. وكذلك ان العسل كيزيدها حلاوه، بما انني ما دايراش حلاوه بزاف في البسطيله لداخل، ما درتش السكر بزاف. وكيف ما شفتوا الدجاج رانا ما ضفت ليه لا عسل ولا سكر، خليته مالح، غير اللوز اللي فيه السكر وبطبيعه الحال الورقه من الفوق. هنا عندي اللوز ايفيلي اللي حمرته، هو اللي غادي ندورو هكايا على الجناب، وغادي يشد ليا هكا في العسل اللي انا دهنت به الوجه ديال البسطيله ديالي. عندي كذلك بيض ديال السمان، عندي محنشات، وهنايا السكر كلاصي حتى هو غادي نزين به. من بعد هنا ما دورت الجنيبات كاملين باللوز ايفيلي اللي هو محمر. غادي نجيب السكر كلاصي وحتى هو غادي نرشو فوق من هاد اللوز باش يعطي حتى هويا واحد الديكور وواحد الشكل. غير رشه خفيفه، راه ما كثرتش بزاف كما كتشوفوا، فقط للتزيين. هنايا غادي نجيب المحنشات ديالي. هاد المحنشات من بعد ما طابوا درتهم في العسل، وغير الوجه ديالهم حتى هويا درت فيه شويه ديال اللوز ايفيلي. تقدروا ديروا حتى وريضات ديال الورد البلدي، حتى وانكم تزينوا به ما كانش متوفر عندي، فاكتفيت فقط غير باللوز من الفوق. نحاول انني نقاد على شكل وريضه، ومن بعد غادي نجيب هذاك البيض ديال السمان ودرته من الوسط. نحاول انني ندخله لان البسطيله مقرمشه، فكتجي واحد الصعوبه شويه بانني نغرس فيها هذوك لي كيردون اللي فيهم البيض. غادي ندور البسطيله ديالي كامله وغتشوفوا الشكل ديالها من بعد. هذا هو الفيديو ديالنا، وهذه هي الوصفه ديالنا اللي رجعنا بها من بعد غياب. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم، والوصفه انها تطرقكم، وبصراحه جربوها لانه وصفه اللي هي سهله وبسيطه، ما فيهاش بزاف ديال التعقيد، والمذاق روعه. غادي نقول لكم حتى هنا مع السلامه، الى فيديو قادم بمشيئه الله. وقبل ما نمشي نقول لكم الى عجبكم الفيديو، كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي ديجا مشترك ما تنساوناش من لايك. ومع السلامه الى فيديو قادم بمشيئه الله.